والله شوفوا يا رجال، صديقك من صدقك لا من صدقك. هذا البرنامج هو الذي يقدم لكم الصدق شفافا حقيقيا. اللي نحبهم وقيادتنا واجهزتنا ودولتنا وحكومتنا احنا صادقين معاهم. احنا هنا نعبر عن صوت المواطن البحريني والخليجي. ايش كثر انا تجيني تويترات وتجيني مكالمات وتجيني. متى يطبق القانون على حقيقته؟ ومتى يطبق القانون على الخارجين على القانون قولا وفعلا؟ وانا اعتقد كسياسي اعتقد ان الخطاب اخطر من الفعل في الشارع، لان الفعل في الشارع هو نتيجة خطاب. هو اللي دفع هذا الطفل، هذا الياهل، هذا الشاب، هذا المغرر به، هذا الغوغائي، هذا المجرم، سمى اللي تبي، اللي دفع الخطاب. الخطاب أخطر، الخطاب هو الأساس. فلنذهب لنتابع الخطابات التحريضية. ومن وين؟ من المنبر الديني. واحنا بس ما في الا كل يوم تليناكم ببيان وقلنا لا احد يستغل المنبر الديني في الاشياء السياسيه. زين، مشكورين، حلو، جميل، عظيم. كتابنا وتحكينا وقلنا وسوينا ندوات، وبعدين يطلع لك بابا سنفور يبطلون للميكروفون ويقول ما قال لسانه ويقلبها. مو بس في الشأن السياسي، في الشأن الانقلابي، في الشأن التحريضي، مثل اللي قبل شوي يطلع واحد يقول لعنة الله على الظالمين واحنا نقول لا، بس ساكتين. بس هذا ما اقدر اقول اكثر. اللي ابغى اقوله الحين شوي معاكم، انا دائما اتكلم لكم عن بوداتشي، حزب الشيطان، نصر اللات. نعم، ما قلت لكم هذه وتقدمت لكم ايش قد تابع الى الفارسي، وايش قد تابع الى الصفوي، وايش قد تابع الى الملالي، وايش قد ويقول له يقهرك لين طلع لفعة تحكي قال العلوبة والعلوبة. والله الله ما يكسر يناح الا في الصباح. ايش اللي ما تعرف تقول عروبة؟ العلوبة والعلوبة، علوبة هاي كلمته. انت وينك وين العروبة؟ وانت تلقيت دروسك الاولى ولغتك الام هي اللغة الفارسية. ما كذب، الواقع. يتكلم اللغة الفارسية لأنه تلقى دروسه منذ نعومة أظافره الأولى في قم وعلى أيدي الفرس. فوين تبي ولاءه؟ بعد لا تقولون لي ما يعرف فارسي، حط لهم ويتحكي. عاد ما بترجمه أنا ما أعرف، كان بعد هذا المسوي يعرف خليه حط لهم. اسرائیل را میشه شکست داد. منطقه و ملت‌ها مخصوصاً ملت‌های عربی منتظر بودن چنین چیزی و الا اوضاع همیشه به این سمت پیش میرفت و بالاخره همه تسلیم میشدن، هم دولت‌ها هم ملت‌ها. در این وسط حتی اون روزها سمعتوا؟ يتكلموا قالوا لي عن فلسطين وكذا، وما يهمني ايش كان يتكلم، ولكن انا قدمت لكم الدليل المادي الصريح الوثيقه، وفيه رئيس حزب الشيطان بوداتشي يتكلم فارسي. ناس وايد يتكلمون فارسي ما عليه، لكن لما يتكلم نصر الشيطان فارسي معناته انه ولدهم، معناته انه ربيبهم، معناته انه تعلم عندهم، معناته انه على يدهم ربوه وكبروه وثقفوه بمشروعهم وترسوه وعبؤوه وشحنوه وقطوه في لبنان. يعني يفهم ساسهم وراسهم هذا الرجل. أنا جبت لكم علشان أراويكم إلى أي درجة هو متقمص الشخصية الفارسية قلبا وقالبا. لكل مرة جبت لكم ويقول إحنا الولي الفقيه ودولة الولي الفقيه، والحين يتحدث بلسان فارسي صريح. بعد ايش تبون زياد؟ ما في نجيب بالأدلة القاطعة التي لا تقبل الشك. حط لي فاصل.